محمد صادق، ايوه. اول مره عرفتك من روايه انت فليبدأ العبث. اوكي. احكي لنا كده تركيبه محمد صادق دي متكونه من ايه؟ لا والله هي متكونة من حاجة كتير يعني بس يقال، وانا اقول لك اللي بيتقال عليا، ان انا شخص عنيد جدا، وان انا حد فضولي جدا، وما عنديش سقف. يعني بحب ان انا اعرف كل حاجة من غير اي نوع من انواع القيود او الحدود. فبالتالي بطلع كل افكاري دي من خلال الكتابة، ايا كانت الافكار عاملة ازاي، وبس. ومن هنا دي تكوينة محمد صادق. يعني عجبني ان انت قلتها لي من منظور الخارجي للناس. ايوه. وبعدين قمت مدخلي حته انت بتعملها. لا ليه؟ ما هو بيقول يعني عليا فضولي ماليش سقف برضه. اه اه. مم. طب وايه الحقيقه؟ والحقيقه ان انا بشوف ان هو مش عند، هو باشن. والحقيقه برضو ان انا بشوف ان لازم عشان واحد يبقى كاتب او مخرج او سيناريست او اي حاجه، الحته اللي جواه اللي بتدور ورا الابداع وعايز يعمل حاجه جديده لازم تبقى فضوليه. مم. فهو انا بني ادم بشوفني ان انا بدور، وعايز افضل ادور، وعايز افضل انبهر، وعايز افضل اكتب، وعايز افضل اعبر عن حاجات ما حدش اتكلم عنها قبل كده. فالبرسبكتيف ده بالنسبه لي هم شايفينه فضول، بس انا شايفه دايما بحث مستمر. انا عاجبني. انا بس سمعت عند، فانا مش فاهمه العند فين، ان انا افضل فضولي. اللي عندي في ان انا لما بعوز حاجه بعملها. يعني دي بالنسبه لي حاجه معروفه عني قوي، وحتى لو وحشه او حلوه. يعني انا ما عنديش منطق، يعني ما عنديش منطق الوسطيه. انا عايز الحاجه دي، فمش مهم رايي اللي حواليا كله، انا عايز اعملها فهعملها. وبصر عليه حتى لو صح او غلط. فده طبعا تعريف العندي يعني. يعني فهمت. اه. فهمت تعريف العند. لا. تركيبه بقى محمد صادق: عنيد، فضولي. اه طبعا. ماشي، ايه بس كمان؟ يبحث ده ولا حاجه، يبحث دائما. يبحث دائما. اه. شفتي بسيط ازاي؟ اين ياتي العبث؟ والله ما هو كل ده بيعمل بقى خلطة حلوة. كل ده بيؤدي العبث. يعني انت لو فكرتي في اللي انا قلته هتلاقي كل ده هيوديكي في حتة حلوة. مم. يعني حتة فيها روح حلوة، وفيها جديد، مم. وفيها بحث عن الجديد دايما. فده، وانا بشوف ان كل الناس كانت فاكرة ان الواقع، يعني كله كان فاكر ان هو عبث مم. لحد ما بقى الواقع بتاعه. يعني اي حد بيكتشف شيء جديد فبيقولوا ده راجل مجنون، ده راجل هبل. مم. فاول ما بيكتشفه بيطلع صح، كل اللي حواليه بيقولوا ده الواقع الجديد بتاعنا. فاصلا نظريه العبث ان انت بتعمل كل ده بروح فيها لهو، ما فيهاش التزام بقواعد معينه. فكان يبدو عبث بقى ايوه العادي، بالظبط. واذا العبث الجديد هيتحول للعادي. بالظبط كده. طب انت لما بتروح لحتة العبث دي قبل ما الناس بتوصل لها apparently طبعا، يعني ناخد شوية وقت على ما نروح للمكان اللي انت وصلت له، بالظبط. بتلجأ لمين لو احبطت او كده؟ بلجأ لمين لو احبطت؟ بصي، اصل هي كذا مرحله. يعني انا زمان مثلا ما كنتش بلجأ لحد غيري. لان انت في منطقه محدش عارف انت فين. يعني محدش عارف اصلا انت فين. لو جيت تكلم حد هو هنا وانت هنا، مم. فهو مش عارف انت اصلا محبط من ايه. ما انت كويس جدا بالنسبه لهنا، بس انت محبط بالنسبه لهنا. هنا. فلا، دايما بعتمد على الحته دي من ناحيتي. انا ببقى معتمد عليا قوي في الحته دي، مش بلجأ لاشخاص معينين. ولكن لما بتقرب ناس منك، دايره صحاب، دايره الناس اللي بالنسبه لك مكان امن، دول بيفرقوا. لان هم احيانا حتى لو مش فاهمين انت في ايه، بس بيفضلوا في ظهرك ان هم يشجعوك للاحسن. فبلجأ للمحيطين بشكل ما، للاصدقاء، لمراتي، يعني كل الناس اللي انا بثق فيهم ثقه معينه، ان هم يكملوا زقه، يدوني طاقه حلوه يعني. هل الاحباط يعتبر ضعف؟ لا خالص. امال ايه اللي يعتبر ضعف؟ انك ما تعملش شيء، انك تستسلم انك مش هتعرف تعمل شيء، مم. ده ما اسموش احباط. يعني مم. بصي، الاستسلام بالنسبه لي هو الضعف. مم. الاحباط هي مرحله ما قبل الاستسلام، كأن هي بتختبر نفسك، او الدنيا بتختبرك كده. هتقف هنا وتفرمل وتستسلم ولا هتكمل؟ مم. فعادي انك تحبط، بس مش عادي انك تستسلم. هل صادق عمره استسلم قبل كده؟ لا. يمكن فكرت كتير وكنت على وشك، بس عمري ما وصلت للمرحله دي. ايه اللي كان بيوقفك؟ آه مش عارف اشرحها لك قوي، بس هي حاجه دايما بتزن جوايا. يعني في حاجه انا عارفها، ان انا عايز اكتب، وان انا عايز اخلق حاجه. انا كلمه اخلق دي بتضايق ناس. عايزه يبقى حاجه فيها ابداع اكتبها، او اطلع فكره. ايه ده؟ ليه كلمة اخلق بتضايق ناس؟ لا، عشان هي صفه الخلق لله وحده، بس احنا مش بيبقى قصدنا المعنى ده.
احنا بيبقى قصدنا كلمه ان واحد يخلق حاجه جديده انه يعني. ربنا خلقنا عشان ايوه نكريت برضه نكريت something، بس creation كريشن بتاع ربنا يعني هو دي صفه ليها، فهم عندهم نوعا ما حق، بس احنا كلمه بيلد ممكن نبني حاجه جديده، نبني حاجة. نالف فكره جديده او بس ندور فعلا على لما فكره بتيجي جديده. تقول على حاجة جديدة بتقول بتخلق. ايوه مم. بس عشان ما نضايقش حد يعني. ماشي. فبالتالي دايما في حاجه بتزن جوايا ان ده مش مكاني. انا كنت لسه اقول لك ان المره الوحيده كنت على وشك الاستسلام قوي هي المره اللي انا كنت بعد ثانويه عامه وقررت اخش هندسه. ده كان نوع من انواع الاستسلام عندي، وكان شبه 99% استسلام، لان انا قررت ان انا هرمي كل اللي بيزن جوايا ده وهمشي ورا كلام الناس، اشوفهم بقى اللي بيقولوا ده صح ولا غلط، المستقبل اللي هم مستنيينه ده او بيقنعوني بيه لفتره طويله، هل ده فعلا صح ولا غلط. فلما دخلت وقعدت في هندسه فتره واكتشفت ان انا لا انتمي لاي شيء لهذا العالم خالص، عرفت ان انا عمري ما هستسلم تاني، لان انا ضيعت من عمري فتره ما حدش هيدفع ثمنها غيري. فخدت القرار وسبت الهندسه، وده كان اقرب مره كنت هستسلم فيه. يعني لو كنت كملت اخر سنه في هندسه دي كنت عارف ان عمري ما هكتب تاني. طب لو هنديفاين معنى الاستسلام من قصتك، زي بقى الاستسلام هو عبارة عن ايه؟ هو التسليم لمنطق انك مالكش قدره على فعل شيء، انك تسيب الدنيا هي اللي تتحرك، انك تسيب المركب ماشيه وانت نايم جواها. ما هو كده كده ماشي، كده كده في حد هيسوق، كده كده كل اللي حوالينا بتدرجهم الوظيفي بشغلانتهم بروتين حياتهم هم سايقين، انا ماشي في نفس المركب، انا مجرد راكب مش سايق. انا بشوف ده استسلام. بس انت كنت سايق وانت داخل هندسة؟ لا انا قررت اركب. قررت مركب بتاعت حد تاني بالظبط. فالاستسلام هو اني انزل من مركب اي حد تاني وارجع واسوق مركب واسوق المركب بتاعت سنة. حتى لو عمت لوحدي، حتى لو معيش فلوس اجيب مركب، ان انا انزل اعوم لوحدي في البحر لحد ما حد يشيلني وافضل اعوم لحد ما الاقي طريقي يعني. طب ايه اللحظات اللي انت فيها حسيت انك كبرت فجأة كده جواك، بس مش سنا يعني، اللي هو فجأة حسيت اللي هو ايه ده، انا كبرت ولا ايه؟ والله انا لحد دلوقتي بعاني من الموضوع ده شويه، ان انا مش بشوف ان انا كبرت، لان انا بشوف ان البني ادم ما بيلاقيش نفسه غير لما يعرف يصالح شويه الطفل الداخلي اللي جواه يعني. انا لسه متصالح معاه، انا بحس ان هو لسه عبط، فبلعب معاه يعني، احنا الاتنين لسه لسه بنلعب مع بعض. لسه بنلعب بس امتى بحس ان انا سني كبر؟ دي كانت لما بقعد مع حد النهارده لسه جايب معرض كتاب، فعشان كده تلاقوني مبهدل شويه. شكرا قوي يا صديق ان انت جيت لنا بجد بعد معرض الكتاب. لا خالص يعني انا هجيلك it means يعني so much بجد، لانه انا متخيله انت بقالك 12 ساعه بجد شغال. بس والله والله we're very very grateful to have you معانا في انساني، ومتشرف ان انا معاكي. شكرا. واحنا اللي زنقينك في الميعاد عشان رمضان. لا والله خالص زي الفل، فبجد انا اسفه. انا مبسوط ان انا معاكي والله. شكرا بجد البرنامج جميل وانتوا ناس جميله، فتستاهلوا ان انا اجي. شكرا جدا. لما بقعد مع حد في معرض كتاب بقى ويجي يقول لي ده انا كنت بقرا لك من وانا في ثالثه ثانوي، ده انا بقرا لك من وانا في ثالثه ثانوي، فبحس فجاه انت كام سنه دلوقتي؟ يقول لي 30. فيا نهار اسود، فبحس ان انا فجاه انا المفروض ابقى ده من كتير ده من كتير قوي. فاكتشف ان انا في عمر عدى بس انا مش حاسه قوي عشان مبقاش كداب، انا حاسس ان انا لسه بلعب. ويمكن التجربه الوحيده اللي فرقت بقى ده كده كبر العمر يعني السن يعني، لكن من جوايا كبرت لما دخلت عملت عمليه وانا عندي 18 سنه، وكانت العمليه دي محوريه في حياتي شويه يعني. كان عندي انزلاق غضروفي، حاجه عاديه جدا بس انا ما بحبش اقول ان انا تعبان، ما بحبش اقول ان انا موجوع، ففضلت مستحمل فتره لحد ما جم وصلت محل بمشي وانا متني كده، بمشي وانا ظهري مش عارف يتفرد اصلا. فجي الدكتور قريبنا بالصدفه قاعد معايا، فبيقولوا له شوفوا يعني مش عارف شكله كده تعبان بس ما بيقولش يعني، فشافني قال لي يا نهار اسود ده انزلاق غضروفي. تعبان ايه ده انت خلاص يعني انزلقت خلاص. ورحت للدكتور، كان دكتور جميل جدا. فجاه كده بيقول له، قال لوالدتي يعني، قال لها بصي انا هقول لك ان هو لازم عمليه وانت مش هتصدقي وهتروحي تلفي على دكاتره عشان اكيد تتاكدي، وكلهم هيقولوا لك لازم عمليه. انا مش بقول لك صدقيني، بس بقول لك عشان خاطري خلي اللفه دي ننجز ما تزيدش عن اسبوعين، لان اكتر من اسبوعين هيتشال. فبس فطبعا جرس الانذار ده خلى فيه لف غير طبيعي،
وفعلا كان لازم عمليه. ولما رحت عملت العمليه دي حصل شيفت في شخصيتي شويه، لان فجاه من بني ادم كان بيلعب كوره وكان بيحب الرياضه وعنده الطاقه بتاعت 18 سنه دي، فجاه بقى مطلوب منه يعمل كل حاجه الطاقه دي مش بتقوله عليها. أوف. لازم يقعد، لازم يرتاح، لازم يخس، لازم يحافظ، لازم يعمل، لازم يمشي على كل حاجه بحساب. فلما حصل ده حصل شيفت في شخصيتي في حته الاولويات، لان انا اكتشفت ان انا فعلا بسبب وجع ظهري المستمر حتى الان اكتشفت ان انا ممكن ما اقضيش ثانيه واحده في حاجه انا مش حاببها، ما اتعبش في حاجه ما تستاهلش، ما اعملش حاجه مجامله. منطق ان انا اروح واعمل واسوي عشان مجامله او عشان واجب او عشان كذا، لو ده هيجي على صحتي محدش هيحس بالوجع ده غيري. فده عمل نوع من انواع النضج شويه في حته معينه، وخلاني افهم ايه اللي يستاهل تتعب عشانه. طب وده ما خلاش ناس تبعد عنك؟ كتير، بس دي احلى حاجه. اشرح لي اكتر. ما هو اللي انت فيه او اللي انا بقوله ده ما يفهموش غير الناس الصحاب الحقيقيين، او الناس اللي عارفين اللي جواك، او الناس اللي فاهمين اللي جواك. اللي بيختار يبعد هو حد مش فاهم اللي انت فيه، هو بيحبك عشان انت بتديله حاجات معينه، عشان انت بتفضل تدعمه، عشان انت بتفضل تساعده، عشان انت بتحضر له مناسبات. فاللي بيحبك عشان الاسباب دي هو مش بيحبك، هو بيحب اللي بتعمله عشانه. فلما انت بتمر بحاجه بتخليك تعرف انت محتاج ايه ومش محتاج ايه، ده بيفلتر لك الدنيا شويه، بيخليك تعرف مين الحقيقي ومين اللي كان واخدك فور جرانتد ومين اللي كان مستني منك حاجة تصرفات معينه. معينة. فبالتالي ده بالعكس ده حاجه حلوه جدا. عشان بتفلترك الدنيا. طبعا. طب والناس اللي انت مرتبط بيهم عاطفيا او كان عندك منهم expectations او توقعات ان هم ما هو حلاوه يحبوك لحقيقتك يعني، ما انا بطلت يبقى عندي توقعات. عملتها ازاي بقى؟ عشان كلنا نفسنا نوصل لا للمرحلة مش دي. كلنا ولا حاجه، لا والله دي هي احنا ناس كتير بتتفرج علينا نفسها تبطل تتوقع اشياء من ناس تانية وما تحبطش. انا بطلت اتوقع من اي حد اي شيء، مم. والحد الوحيد اللي بستنى منه او بتوقع منه حاجه وبحاسبه عليها هو انا. يعني بالنسبه ده الشخص الوحيد اللي هي احق ان انا استنى منه حاجه، لكن اي حد تاني هو اختياره، هو حر، عايز يدي الحاجه دي يديها، مش عايز يدي الحاجه دي مش معنى كده ان هو وحش، هو مش قادر يديها، مش عايز يديها، ما عندوش الطاقه انه يديها. فينفعش افضل انا ابقى اعمل على الناس محكمه واستنى منهم 500 حاجه وهم كلهم بيمشوا بطاقتهم. في حد ممكن يكون اناني بيفكر في نفسه وعايز ياخد الحاجه دي، يعني مش قادر يقدم الحاجه دي وبيعمل حاجه تانية تبسطه، هو حر، انا ماليش دعوه. احنا بس احيانا اللي خدنا احقيه كبيره قوي بدافع اسم الحب والصداقه. انا عرفتك فبقينا اصدقاء، فبقيت مستني منك ومتوقع منك حاجات كتير قوي. ليه؟ الصداقه اصلا هو اختيارك انت الحر ان احنا نبقى نقرب من بعض بشكل معين. قدرتي في وقت معين توفريه زي الفل، ما قدرتيش واختفيتي زي الفل، ده اختيارك. فده اللي خلينا بطل اتوقع اي حاجه من اي حد. احنا ساعات بنترجم الاختفاء انه رفض فبيوجع. عشان احنا ذاتيين بنحب نبص. بص، كان في مره كنت لسه والله من شويه كده حد كان حبيبي قوي، كاتب صديقي يعني، وكان بقى له مثلا سنتين بدأ يخش المعرض ويكتب ومبسوط ان هو كاتب ناجح يعني. فبنهزر مع بعض فبيقول لي صاحب دار النشر انا عايزك بقى ما اعرفش تعمل ايه مع صادق وتظبط ومش تظبط وما اعرفش ايه. قلت له يا ابني انا بكتب بقالي 15 سنه، الراجل ده عشره عمري. ايوه. بس هو فعلا في دماغه انا فاهم اللي حصل له، هو شايف ان المعرض بدأ من اول ما هو دخل المعرض. ايوه. احنا ذاتيين قوي، احنا بنشوف ان الحياه بدأت لما احنا شفناها. ايوه يعني بيرسونال قصدك صح؟ بالظبط اللي هو باخد كل حاجه بشكل شخصي او ايوه طبعا. ببقى ذات. انا ايوه عجباني قوي ذاتين دي، اول ما اسمعها باللفظ ده. ايوه احنا كل حاجه is about me. بالظبط. يعني الشارع ده الراجل ده كسر عليا عشان انا حياتي صعبه، مش عشان هو مستعجل ومراته بتموت في المستشفى. احنا بنفسر ده كده. صح. يوم ما انا مشيت شوف يا اخي اول مره اعمل حاجه حلوه في حياتي حصل العجله لي تنام. كذا. هو شايف ان الكون كله بيدور حوالين عينيه، لان هو قصته بدات لما هو فتح عينيه وبيبدا يفسر الدنيا ان ده بيحصل ليه. فعشان كده لما بنيجي نقرب من حد وهو يختفي احنا بنفسر ده ايه؟ ان انا في حاجه غلط. لان انا دنيتي انا هي اللي شغاله مش دنيته هو، انا البطل في قصتي. فهو اكيد زعلان مني، اكيد مختفي، اكيد رافضني،
ما بنسيبش فرصة لان احنا نفهم قد ايه احنا صغيرين قوي، وان احنا مجرد محطة او ناس عابرة في حياة ناس تانية، ودايما بالنسبة لنا احنا ابطال قصتنا، فبنفسر كل حاجة ناحيتنا احنا. طب ازاي نبتدي نفسرها من ناحية الناس التانية؟ مش هضغط عليكي اقولك انك لازم تفسريها من عين ناس تانية، لان ده مش مطلوب برضو، بس تفهمي انت ايه، مكانك في حياتك ايه، ومكانك في حياة الناس تانية ايه بس. واقبلها. طبعا طبعا. اقبل بمكاني حتى لو صغير، يعني اقبل ان انا في حياة مثلا محمد، مع حياة محمد انا اكبر صديق ليه في حياته، بس في حياة احمد انا مسواش 3-4 ايام معرفة. and it's fine. وفي حياة محمود عارفني مصلحة. اتس اوكي. it's okay. انا عندي محمد وعندي احمد وعندي محمود، وما اكرهش اي حد فيهم. اه كل واحد عنده اسبابه وهو حر. عجبني فكرة قبول الناس زي ما هم، مم. وقبول فكرة انه هو فيها حتة شوية ليها علاقة بانه بحيث احنا بناخد دايما حاجة من بعض. يعني احنا كائن اجتماعي لسبب، واحنا دايما يعني عارف. ففكرة انه هبقى ماشي في الدنيا كده، في ناس معطاءة اوكي. جدا، وفي ناس بتاخد بس، وفي ناس بتحاول تكريت البالانس غالبا. يعني فاهم. اوكي. فالمعطاء ممكن يحاول يكريت البالانس، اللي بياخد ساعات ما بيبقاش شايف ان هو بياخد بس. اوكي. ولو انا شخص معطاء مم. وعايزه اوري الشخص اللي قدامي ان هو بياخد بس، اوكي. بس انا دلوقتي من كلامك انا مش محتاجه اوري اللي قدامي انه بياخد بس. لا هو انا ممكن امشي. امشي، بس الاوضح حاجة امشي. تانية، تعرف انت معطاء ليه؟ حلو. ما انت معطاء ليه؟ حلو. عشان انت عايز تسيب اثر. فانا باخد حاجه. انا بالظبط. عايز حاجه برضو. عشان تسيب اثر، وعشان يبقى هو الشخص ده ما عداش عليه حد زيك في دنيته. فانا برضو عايز حاجه. فانا بعمل شيء عشان فهل انا خاطري ذاتي انا. برضو؟ طبعا مفيش حد مش يعني ذاتي مفيش يا استاذ. حاجه اسمها ان انا مبقاش مش ذاتي. لا، في انك توصل مادر تريزا. لا خالص، في انك تعرف. بصي، مش عيب ان كل واحد فينا بيشوف الدنيا بعينه، ربنا خلقنا كده، واحنا اصلا كل الاختيارات اللي في الدنيا بتجيلنا عشان احنا نختارها، مش عشان حد تاني يختارها لنا. فلازم يبقى في جزء ذاتي، جزء انت بتتعامل فيه بمنطق ان انا ليه بيحصل لي كده عادي. بس هي فكرة ان انت تعرف تنزل الايجو بتاعك لمرحلة انك تعرف مقاسه بالظبط، لا تديله اكتر ولا تديله اقل، تعرف نفسك. فانت لو عرفت نفسك كويس قوي هتلاقي ان في تفصيلة بسيطة، ان الحياة مش بتدور حواليك، وانت مجرد حاجة بتعملها لنفسك، مش تعمل اي حد تاني. شغلك كله على نفسك، توقعاتك كلها من نفسك، زعلك يبقى زعلك من نفسك، فرحتك تبقى تفرح لنفسك. ما تستناش الفاليديشن، ما تستناش ان حد ياكد لك انك كويس، ما تستناش ان حد يقول لك انت عظيم، ما تستناش ان حد يقول لك ان انت حلو او وحش. انت بتعمل حاجه اللي انت بتحبها وبتستمتع بيها، بحلوها ومرها، بالمميزات اللي فيك وبالوحش اللي فيك، وفي الاخر بتكمل حياتك بالناس اللي حبوا يكونوا موجودين والناس اللي حبوا يمشوا. لا تزعل من اللي موجودين ولا تزعل من اللي مشوا. شكرا صادق قوي. شكرا قوي بجد. حسيتها قلبت شعر في الاخر شويه، بس it was كنت هغني. perfect to the point. كنت هغني. حاسه انه كنا محتاجين نخش لحن يا ابني. طب شخصياتك دايما فيها وجع كده في الكرييتيف سين، او عموما المبدعين، او يعني حتى من زمان كان يقول لك الألم بيولد الابداع. طبعا. رايك ايه في المقوله دي؟ طبعا انت البروسيس، اي حد عنده حته فنيه حقيقيه وليست مزيفه، فهو اكيد عنده مشاكل معينه وعنده اوجاع معينه، وده اللي بيخلق اصلا طريقته للعلاج بان هو يعمل حاجه فنيه. يعني الفن اصلا بشوف ان البني ادم بيعمل اي نوع من انواع الفن هو بيعالج نفسه قبل ما بيعالج حد. فبالتالي طبعا في جزء كبير من الوجع، وفي جزء كبير من الافكار ومن الارهاق النفسي ومن الترومات اللي بتخلي بني ادم يطلع شيء فيه احساس حقيقي يعجب الناس. فاكيد. طب ايه رايك في جنزي؟ قمر. صح، جميل جدا. تحس فاهمينها بدري كده، رايقين، صباح الفل، اتيتيود اون. بصي انا بشوف ان هو من الجيل اللي هيحرك الدنيا. انا عندي عشم كبير قوي فيه،
لان هو عنده فعلا كل حاجه بدري. اكتر حاجه تزعلك عليه ان هو ما عاش طفوله، هو ما حسش بطفوله، هو نضج بدري جدا. نضج بدري. فلما نضج بدري بقى شاف وحشة الدنيا بدري، شاف السواد بتاعها بدري. في ناس بتترجمها ان هو لسه ما توسخش، يعني لسه ما شافش وحشة الدنيا، فلسه إزاي؟ روحه حلوة. ازاي بني ادم ده من هو عنده 10 سنين كان بيشوف كل حاجة اونلاين، بكوارث العالم، بالافكار الصعبة، بالناس اللي بتناقش الالحاد وبتناقش مواضيع جريئة جدا، وكل ده في ايده، كل ده قدام عينه. فبدأ يكون الايدنتيتي بتاعته بان هو اول حاجة عرفها ان مفيش حاجة ثابتة. هتفضل. مفيش حاجة هتفضل. ان كل اللي حواليه فيهم الحلو والوحش، حتى بابا ومامته، ان هو لوحده. فادراك الحاجات دي في سن بدري شوية بيخليه يحاول يتأقلم. جرده من طفولته. بالظبط. فانا بشوف ان هو جيل بيشتغل حلو جدا، هيشتغل وهيعمل شغل حلو جدا وهيطور من حاجات كتير قدام، لان كل واحد فيهم هيبقى عارف ان هو في ايديه الحل. بس في نفس الوقت هيفضل بيعاني ان هو مش عارف يطلع الطفل اللي جواه. هو مش مصدقه، هو شايف ان هو كبسه بدري. فانا بحب الجيل ده جدا، وشايف ان هو هيطور. وبتعامل لما بقابل ناس منهم وبتعامل على ان هم انا وهم نفس، يعني انا هو نفس العقليه، مش نفس الاتيتيود، نفس العقليه. فجاه بشوف حاجات حلوه قوي بتتقال، بشوف كلام رائع بيتقال، بشوف كلام ممكن يضيف لي. فهنا بتحصل سبارك حلوه. لكن اول ما بروح لهم واخش باتيتيود اللي هو ده انت عيل صغير مش انا فاهم فاهم حاجه، اكتر ومش انت فضولي في عينهم بيحس ان انت لا، ده انت مش عارف انا مريت بايه. جدا. لان هم عدوا شافوا كل انواع العلاقات، عدوا بمعظم، حتى لو ما عاشوهاش بنفسهم هم عاشوها اونلاين، عاشوها في حياة انت لا تدري عنها شيء. فهو جيل كرياتيف جدا، كتابته حلوة جدا، الفن بتاعه عامة هيطلع حلو جدا ومختلف. وانا شايف ان هو هيطور كتير في حاجات كتير، ولكن هيفضل هو من اتعس الاجيال اللي في الدنيا. انت قلت هيحرك الدنيا لقدام. لقدام towards ايه؟ في اتجاه ايه؟ لمستقبل احسن، ده وجهة نظري. ماذا يعني مستقبل احسن؟ مش عارفه. مستقبل فيه نوع من انواع التقبل الغير مشروط. يعني ايه بقى قبول غير مشروط؟ تقبل غير مشروط يعني انا قاعد معاكي دلوقتي، انت مش لازم تبقي باخلاق معينه ولا بطريقه كلام معينه ولا باتيتيود معين عشان اشوفك بني ادمه كويسه او وحشه. ده تعريف مبسط ليه. انت خليكي زي ما انت، وانا هقبلك زي ما انت، وانا هقبلك او هقبل حريتك في تعبيرك عن نفسك حتى لو انا رافضها همشي. بس ما تمثلش، ما تأفورش. انت غلطان قول انك غلطان. انت مثلا ما تمثلش انك محترم، ما تمثلش انك ذكي، ما تمثلش انك غبي. كات تو ذا تشيز، يعني خلينا نقول على طول انت مين انا مين، اهلا وسهلا، عجبتني زي ما انت قشطه، ما عجبتنيش زي ما انت خلاص سلام. ايوه بس دي جرأة وقوة. أيوة. وشجاعة ما كانتش عند جيلنا. بس هو عنده بقى القوة دي. عشان كده جيلنا حاسس انه ايجويستك، حاسس ان جنزي ايجويستك، انه جنزي ايه ده انت مالك فيه، انت ليه مصدق نفسك كده؟ هو مش مصدق نفسه، هو عارف ان هو مش بيعتمد غير على نفسه. هو عارف ان هو مش بيرفكت، عارف بالزبط. ان هو عادي في عيوبه، صباح الفل عادي تمام، مش بحاول امثل حاجة انا مش هي. بالظبط. وخصوصا ان احنا برضو خدي بالك، وانا وانتي ممكن نكون شوية مختلفين عن انت اصغر مني بكتير انا عارف، بس قصدي ما يقال عليهم ميلينيالز يعني. قول كتير. ايوه قول اصغر منك بكتير. هو انا ميلينيال برضو للاسف، بس مش. ايوه بس ميلينيال لحد 98. انت افضل قول حلو لحد 98 ده حلو. فاللي قصدي عليه فعلا ان هو لما بيفكر في الحتة دي دماغه احنا بدأنا نوجههم نفس التوجيهات اللي اتعملت فينا، احنا بنعمل معاهم نفس التوجيهات الساذجه اللي كانت بتتقال لنا، وكنا بننتقدها ساعتها. بس فانا لو انت حلفتي انك عمرك ما تعملي كده معاهم، والله هتبقي من احلى. زي اللي هو انا مش هعمل حاجه زي مامتي ابدا، وفجاه الاقي نفسي بعمل مولاتي زي مامتي. فانت لو تبعتي معاهم فكره الثقه ان انت بتكلميهم عقل بعقل ودماغ بدماغ، انت هتشوفي وش من الناس ده، يعني من الجيل ده دماغه حلوه جدا، تروماتايزد جدا، نفسه يلاقي اللي يسمعه من غير احكام، ونفسه فعلا يعبر عن نفسه من غير خنقه. اي اجري. بس كده. واول طريقه ان يبقى عندك فضول انك تفهمه، انك تتقبلهم تقبل غير مشروط.
I love this. والمهم ان انا قلت لك تفهمه، قلت لي تتقبلهم تقبل غير مشروط، فانا مش لازم افهمه، مش لازم يعني انا اصلا مش لازم احط نفسي في حته ان انا محتاج افهمك او فهمني نفسك، لا بالظبط. خالص، انا I will انت accept you لو زي ما انت. تقبلته هو هيشرح لك، هو هيفهمك، هو هيتحمس انه يفهمك. هيبقى هو اللي عايز يقول. احنا في تجربه من الترم مش عايز اقول لك كم من الناس اللي لما شافوا المسلسل قالوا وبداوا يحكوا عن اللي بيمروا بيه، واللي مروا بيه كان اسوأ بكتير قوي من اللي حاصل في المسلسل. يعني احنا في المسلسل عملنا السيرش بتاعنا وكلمنا ناس كتير قوي منهم، وانا بالذات اتعاملت مع ناس كتير منهم، في واحده معانا في الورشه من الجيل ده. وكان دايما بيبقى في تفصيله نفسي الناس تفهمها. دايما بيبقى في حته كده ان هو انا عايز اقول بس انا محبط من كتر ما انت مش فاهم. ده الاتيتيود بتاع جين زي، ده اللي احنا بنشوفه ايجوستيك. انا عايز اقول، انا ما عنديش مشكله من ديلك ايدي، بس من غير ما اشوف عينيك نظره بتحكم، من غير ما اسمع تمه الكلام بتاعت معلش ما احنا كنا، ومن غير ما اسمع تمه الكلام بتاعت احمد ربنا في اللي انت فيه. كل التمات المعتاده دي ما ينفعش نسمعها. فاول ما بتفتحي لهم الباب بتلاقي افكار وبتلاقي حاجات وبتلاقي كرياتيفيتي لا تتخيلي. انا عشان كده مبسوط بيهم جدا. 100% I agree. بس فقعدت مع شويه كرييترز من جينزي، قالوا لي احنا مش مؤمنين بفكره ان الابداع بيجي من القلم، مش شرط. ما حدش قال هو شرط. ايه رايك بقى في رايهم ده؟ ايوه، ما حدش قال انه شرط، هو مش شرط. حلو. الفن الحقيقي بيجي من القلم. حلو. هل هو المصدر الوحيد؟ ايوه. لا طبعا. يبقى ايه بقى المصادر التانية؟ التجارب الحياتيه، الرؤيه، التعلم. انا بشوف ان هو، بس هرد رد بسيط ان لما بتشتغل في المهنه نفسها يعني بتكتشف ان البني ادم اللي عنده حاجه، اللي عنده وجع حقيقي او هم حقيقي، خلينا نقول كلمه هم حقيقي، شغله بيبان شويه عن اللي متعلم، اللي ما عندوش هم حقيقي بس متعلم وبيعمل كل حاجه صح. وهم شخصيا بيحسوه عشان المشاعر، جزء من المشاعر. يعني في كاتب بيكون مغني، في مغني رائع ممكن يبقى بيقول كل تون صح بس ما عندوش الحته ما وصلتليش كده، فبيحس ان المغني ده بحبه وحلو وكل حاجه، بس ده بيقول في ده قصة. بحبه ده بحسه بالظبط كده. بحس كده. فده اللي احنا بنقول فيه الفرق. لكن هل المغني اللي اتعلم الاكاديمي اللي بيغني صح جدا واحساسه كويس جدا، هل مع كده ان هو لازم يكون عنده وجع؟ لا. فصح، هو مش لازم كل الفنانين يبقوا موجوعين، بس كلمة الابداع الحقيقي او الحاجة الاوريجينال بتيجي من وجع اوريجينال. فاهمة الحتة دي؟ بحاول افهمها. حاجة الاوريجينال بتيجي من وجع الاوريجينال. يعني وجعك انت اللي انت حسيت بيه بطريقتك، عشان لما انت بتبقى بتعبر حقيقي عنه بتوصل لي انا بيبقى اكتر، اوريجينال وبيوصل لك انت. لكن الوجع لو انت مثلا بتعبر عن وجع بس انا ما عشتوش. انت مثلا عشت قصه حب بتاعت واحد صاحبك، شفت صاحبك بيحب واحده وبعد كده تسيب، فلما بعد كده تيجي ما اعرفش تغني ايه، لما عنها تيجي تكتب عنها وتغني عنها مش هيبقى نفس الاحساس، هيبقى في حاجه ناقصه. بس 100% صح. هل في مشاعر معينه بتخاف تكتبها بصراحه؟ لا يعني انا كنت عارفه اجابه السؤال بس يعني حبيت اسال، قلت يمكن لعل وعسى نلاقي حاجه. ما عنديش اي حاجه بخاف منها ابدا، ما فيش اي مشاعر بخاف عنها. الناس ساعات بتتخض من الشخصيات اللي انت لا مش سعاده دايما. بحب فيك قوي يا صادق صراحتك كده. هكدب ليه؟ يعني مش قصدي تكذب يعني، بس قصدي نكمل يعني، لا اكذب ولا اني اتكمل. لا مش مستاهله. ليه بقى؟ ليه ايه؟ الناس بتتخض. لا يعني من حقهم يتخضوا، ما هو زي ما قلت لك. لا انا مش قصدي ليه ان هم مش من حقهم يعني، انا قصدي بصي ليه بنتخض يعني؟ عشان يمكن او بنخاف. انا بكتب بنفس الصراحه انا بكلمك بيها، بجيب لك من الاخر. ما بحبش ان انا اطول في الكلام، او ما بحبش ان انا اقول فيلر ووردز، كلام ملوش لازمه، الف حوالين الموضوع. لا ان كذا انت كذا على طول. فده بالنسبه لي في الكتابه كمان كده. فهم بيتخضوا من صراحه الشخصيات، بيتخضوا من جرأة الموضوعات شويه، لان انا بتكلم عن ناس وعن تجارب حقيقيه لناس اعرفهم وناس فاهم قصصهم بشكل ما. فبيتخضوا من جرأة ازاي بنناقش الموضوع ده بجد كده. يعني الناس متعودة في مجتمعنا ان هم يحطوا حاجات كتير قوي نضحك بيها على بعض،
وسموا الحاجات اللي نضحك بيها على بعض دي قيم المجتمع. وحقيقة الأمر إن القيم الحقيقية هي قيمة البني آدم نفسه. مفيش حاجة اسمها قيم مجتمع كاملة. كل بني آدم عنده قيمه، عنده حتته، عنده أفكاره. بس احنا اتفقنا إن احنا كلنا هنمثل إن احنا كويسين عشان الناس لما تجينا وتخش بيتنا تلاقي شوية صفات معينة. برافو، يور فولوينج قيم المجتمع. بالظبط كده. فأنت متربي، فأنت ابن ناس. لكن حقيقة الأمر إن أنا بقى صريح في الحتة دي. أنا بشوف إن كل واحد في الدنيا عنده قيمه وعنده أخلاقه، وما ينفعش نحكم على بعض. ودايما بناقش الفكرة دي في رواياتي، فبيتخضوا شوية وعندهم حق. يعني ما بحكمش على حد بيزعل، لأن الأفعال اللي بتعملها الشخصية في الرواية بتبقى مؤلمة شوية. طبعا، لأن الواقع مؤلم. أنت كام حد في حياتك عرفتيه عمل تصرف أنت عمرك ما فهمتيه، وكان صعب جدا صدق إنه يطلع منه، بس طلع منه. فإيه اللي أنت بتحاول توصله للناس؟ أنا مش بحاول أوصل شيء بعينه، أنا بحاول أوضح إن مهما كانت الناس فيها من ضلمة وفيها من نور، فهم ناس، هم بشر. لو احنا عرفنا قصصهم، لو احنا عرفنا الحدوتة بتاعتهم، هنعرف قد ايه ان الضلمة دي ليها سبب والنور ده ليه سبب، وان مش مهمتنا ان احنا نحكم عليهم، لان ده ما يخصناش. احنا مهمتنا ان احنا نتعلم من اللي حصل. هل ده يخليك شخص بتؤمن انه اي شخص اخطأ عنده مبرر؟ اكيد. انا بشوف ان اي شخص اخطأ ما بيشوفش ان هو اخطأ اصلا. فعلا مش مجرد مبرر. نرجع تاني نلف تاني. هو شايف الدنيا بايه؟ بعينه. صح. فهو ماشي في الطريق سايق بسرعة، مش مهم اذا كان سايق بسرعة لا، لان هو بالنسبة له هو الاله فعلا، هو صاحب القصة. صح. فواحد نزل فجأة راح خبطه، هيحاسب مين؟ اللي نزل فجأة. طبعا. مش هيقول ان هو ايه، ممكن يبقى سبب الخبطة دي كان سايق بسرعة. مش هيقول ان هو كان باصص في الموبايل. مش هيحاسب نفسه اي حاجة. هو الحيوان اللي عدى قدامي من غير ما يقول. هو السبب. صح. صح. فبالتالي اعتبر الدنيا كده عاملة زي اي شارع انت ماشية. انت ماشية في الحارة بتاعتك، شايفة كل الناس بتكسر عليكي وبتضرب لهم كلاكس ومتعصبة عليهم، واول ما الحوادث بتيجي انت بتكسري على كل الناس، بس بتشوفي ان ده حقك بس. فنفضل كلنا ندي مبررات لان احنا بنعمل ايه. انا ده حقيقي. هو اللي بيزمر لي ده مش فاهم ان انا عايز انزل هنا ليه. مع ان لما حد بيكسر عليك لا انا بص نقعد نشتم، مع ان هي كده. انت قصتك هي انت جوه عربيتك سايق في طريقك، وكل الناس انت عمال تغلط فيهم باخطائهم، بس اول ما انت بتبقى عايز شيء ممكن تكسر على الناس كلها، وممكن تخبط في حد، وممكن ومش تعمل هتبقى حاجه، شايف نفسك غلطان، وهتبقى شايف انت كان عندك حق. ومشكله مش فيك، المشكله في الشارع اللي مش مترصف كويس، مشكله في قوانين المرور اللي مش مساعداك، المشكله في الناس الحمار اللي مش عارفه تسوق. المهم ان انت ايه، مش غلطان. فما فيش حد بيغلط بيبقى شايف نفسه غلطان. طب والواحد لما يوصل لده انه قادر يشوف النور والضلمه حلو وما بيحكمش، ماشي، يوصل لايه بقى؟ يحقق ايه في حياته لما يبقى كده؟ هيحقق نفسه. يعني هيلاقي نفسه، هيبقى مركز في الصح، فهيبني نفسه. ايه الصح؟ يعني ايه صح؟ الصح بالنسبه له هو اللي يفيده، هو اللي يعرف يخليه بني ادم احسن لنفسه. ايه السنسور؟ يعني ايه اللي لو حصل اقول ده صح، ايه اللي لو حصل اقول لا ده غلط بالنسبه لي؟ طبعا مش قصدي. بصي، ما هو انت لما بتركز مع نفسك بتعرف اول حاجه بتعرفها السنسور بتاعك. بتعرف اذا كان هو ايه الصح بتاعه وايه الغلط بتاعه، ايه القيم اللي جواه وايه القيم اللي هو مجبر عليها. يعني السنسور ده اللي هو ايه؟ بحس اني مرتاح، بحس اني مخنوق، بحس اني يعني اعرف منين انا عملت ده الصح بتاعي، انا عملت ده لا ده مش ده this is not for me. يعني السنسور بتاعك، انا بص اصلا السؤال جنرال قوي، بس انا هحاول افهمه ولا افهم. كده كده انت من دلوقتي مثلا بيبقى جواكي شويه حاجات. لو انت مثلا بقالك فتره مكتئبه بسبب موضوع معين، تمام، السنسور بيبقى ساعتها انك لما عملتي شويه حاجات الموضوع ده ما بقاش stressful as it is، بقى حسيت ان انت اريح فيه. طاقه. مش طاقه، لا طاقه عاده الطاقه مش طاقه جسمي بقت احسن فانا بقيت اريح؟ لا، اتعودت. نفس الموضوع اللي كان كأبك، اللي كان مدمر لك حياتك. لما انت مشيتي في طريق معين ما بقاش بيوجعك قوي كده. قله الوجع ده في حد ذاته انديكيتور.
قبلت اكتر. تقبلت. فانا عملت ايه عشان بالظبط ايه الحاجه اللي أتقبل عملتها اللي أكتر؟ خلت الموضوع ده يتعالج جوايا شويه. حلو، فدي حاجه بتشحنني، بالظبط كده. فده صح. الله ينور. مم. تاني حاجه عندك الحاجه اللي انت ماشيه فيها في طريقك في الباث بتاعك في الشغل. ده سنسور تاني، عشان هو مش سنسور واحد، هو على كذا سكيل، فعشان كده كلمه سنسور مش منطقيه. طب نغيرها. يعني انت نحط ممكن بدلها تقولي ايه؟ ايه اعرف منين ان انا بعمل حاجه الصح؟ لما انت بتلاقي ان انت مركز مع نفسك، مركز مع شغلك، متقبل عيوبك، عارف ايه اللي بيخليك تغلط او تخليك ممكن تعمل حاجه مش حاببها قوي، وتشوف ايه اللي جبرك على ده وتبدا تغيره، فما تبقاش مجبر على حاجه، تعمل اللي انت مختاره لنفسك، تحط قوانينك الشخصيه لنفسك وتمشي عليها. مش مهم القوانين دي متوافقه مع الناس كلها ولا لا. فكذا حاجه. دي قوه رهيبه جدا. ولا قوه رهيبه ولا حاجه. ازاي؟ ايه الثقه دي؟ ما انا على طول هتجادج نفسي، انا دايما هحكم على نفسي ليه؟ بيزد على كل الفلاتر اللي في دماغي نتيجه كل ليه القيم المجتمعيه اللي انا لازم افولو، فهحكم على نفسي دايما. شفت انت قلتي ايه؟ بيزد على كل المجتمع اللي فرض عليه حاجات. بالظبط، ما انا ببني على اللي انت سؤال بسيط، هل انت ممكن تحكمي على نفسك بحاجه انت مش مقتنعه بيها؟ يعني انت لو رحتي مثلا بلد بيحبسوا فيها اي بنت بتلبس خاتم، حلو، بلد فانتازيا كده ماشي، هل ساعتها لو انت رحتي وقعدتي في بلد دي 2-3 كل مره هتلبسي خاتم؟ هقتنع كل مره هتلبسي خاتم هتحسي بتأنيب ضمير؟ لا طبعا خالص اطلاقا. ليه؟ عشان دي حاجه ما كانتش في السيستم عندي اصلا that makes sense. يبقى انت الفكره كلها ان انت كل اللي عملتيه عشان بس انت اتربيتي في المجتمع ده، فالقواعد دي بقت بتميك سنس، بس لو اي حد من بره جه بص علينا هيشوفها ايه؟ مش بتميك سنس. مش بتميك سنس. فانت ليه تحكمي على نفسك بقواعد اصلا انت مش مقتنعه بيها؟ اوقف نفسي من الحكم على نفسي ازاي؟ ما ان انت ما تصدقي، مش كده بقولك هي قوه رهيبه وشجاعه. مايند سيت، تعرفي دماغك بتحب ايه وما بتحبش ايه وعايزه ايه ومش عايزه ايه. ايه الحاجات اللي فيها اذى للغير، ايه الحاجات اللي فيها اذى روحاني بشكل ما. هتلاقي الحاجات اللي فيها اذى روحاني متفقه مع حاجات في الدين، فهتلاقيك لوحدك رايحه للحاجات الصح في الدين. تعرفي ايه اللي بيأذيكي نفسيا فتبعدي عنه، فتلاقي انت تربع الحاجات دي مجتمعيه، انت لازم تسمع كلام كذا ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، فهتلاقي دي كلها اذى نفسي، فتقولي لا انا ماليش دعوه بالقواعد دي، انا هعمل المجتمع بتاعي. انا ايه المجتمع بتاعك؟ ان انا في حالي، عايز اعمل كذا هعمله، مش عايز اعمل كذا مش هعمله، مش هعمل كذا. فهو مجرد بس تاخد وقت، بس مش محتاج قوه رهيبه ولا حاجه، تاخد شويه وقت بس. طب بتبتدي منين؟ انك تعرفي نفسك. ان الواحد يعرف نفسه دي بتبتدي ازاي؟ تبقى صريح لدرجه الواقع. انك تبقى صريح مع نفسك لدرجه الواقع. اول حاجه لازم تقولها لنفسك ان انا مش بني ادم كويس. اول حاجه بتقولها في المرايه انت مش كويس، فبتدور على ايه بقى الوحش. يلا نقول الوحش بصراحه. انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا. طب الحاجات الصفات الوحشه دي مريحاني ومش مريحاني؟ في منها مريحني وفي منها مش مريحني. يعني مثلا انا عصبي وممكن ابوظ الدنيا، ده بيريحني لان هو بيحميني من اللي قدامي. طيب ما تيجي نودي العصبيه دي في حته برودكتيف شويه. دي ما اشتغلت شغلانه اصلا بتطالبنا ان احنا نكون عصبيين، شغلانه مهنتك انك تطلع العصبيه دي فيها، فتبقى فايتنج كوتش، فتبقى تعمل كذا فتعمل كذا، تبدا توجه العيوب في حاجه برودكتيف. لما ده بيحصل الاسترس والضغط ان انا بغلط بيقل، فبتعرف نفسك اكتر وبتجر بقى بعضها يعني. على فكره ممكن الكلام ده كله يطلع غلط عادي يعني برضه. It's beautiful. يعني انا ممكن اقول حاجه بما ان انا بدرس البني ادمين وبدرس يعني behavior science، فكلام كتير من اللي انت قلته هو باترن لناس كانت بتحكي قصتها من ان هي ابتدت تعرف نفسها منين. ف it sounds like it makes sense. حابه اتواضعك جدا وانت بتقول انه ممكن ابقى بقول لا طبعا، بس انا حاسه ان انت بتتكلم من خبرتك. انا بتكلم من ده اللي انت عشته. بالظبط من وجهه نظري يعني، عشان بس correct me if I'm wrong، عشان بس في فرق ما بين وجهه نظرك وما بين اللي انت حقيقي عشته. لانه في الاخر انت محمد صادق النهارده هو انت بنيت كتير قوي يا رب. يعني ما جتش صدفه يعني. لسه بدري يعني يا ريت. انا I love الطموح، يعني اسقف لك على الطموح الرهيب ولسه بدري، ممكن لسه ما ابتديتش اصلا بالظبط، بس دي خبرتك صح. فحساك بتتكلم من حته حقيقيه قوي، مش بتتكلم من تنظير يعني لا خالص. يعني انا عشتها. بس هرجع اقول لك تاني، لازم اي بني ادم هو بيقول اي حاجه في الدنيا يبقى عارف كويس قوي ان ممكن كلامه يطلع غلط. ايوه دي حاجه مهمه جدا ومش لازم الناس تقتنع. ايوه انا بقول ان انا
حاسه واللي انا فهمته واللي انا فسرت واللي بيه أنا عشته دنيتي. وجربته. اللي انا فسرت بيه دنيتي واللي نافع معايا لحد دلوقتي. ازاي الشخص ما يحكمش على نفسه في وسط لما يطلع المراية دي ويبتدي انت ما ينفعش يطلع تطلع عيوبي؟ المرايه اصلا وانت في شبهه حكم على نفسك. وخليني اقولها لك بطريقه احلى. كم واحد مننا عنده صديق بيعمل بلاوي، صديق او صديقه بيعملوا بلاوي، واحنا عشان هم اصحابنا بنقول لهم احكوا لنا ومش هنحكم عليك. صح؟ كتير قوي. حلو قوي. ليه بقى ما تتنيلش تطلع نفس تعمل ده مع نفسك. تعمل ده في المرايه بقى. ليه ما تعملش ده في المرايه وتخلصنا؟ ليه ده ما اعملوش مع نفسي؟ صح. اسوأ حاجه من ادم عملها ان هو ما اعتبرش صاحب نفسه. يعني هو لو عمل ربع اللي بيعمله مع اصحابه مع نفسه هيلاقي نفسه حنين جدا على نفسه، متقبل غلطات كتير جدا، ممكن يقف مع صاحبه في الغلط، ممكن يقف في ظهر صاحبه في موقف صعب. لكن احنا ما بنعملش كده مع نفسنا، بنعمل كده مع اصحابنا، لان احنا بنستناهم زي ما قلت لك، بندي نفسنا فاليديشن، هم هيردوا ده في يوم من الايام. حقيقه الامر ان انت لو ربع الطاقه دي اللي انت تديها لاعز اصحابك اديتها لنفسك، انت هتروح في حته احلى كتير. ومش معنى انك اديتها لنفسك انك تبطل تديها لاصحابك، عشان بس في ناس بتخاف من الحته دي. لا، اديها لنفسك. اقف قدام المرايه، بلاش قدام المرايه عشان ما تقلش عليك مجنون. اكتب للشخص اللي انت تعرفه ده اللي اسمه محمد صادق ده، لو هو صاحبك ايه الحلو فيه ايه الوحش اللي فيه، وانت لو هو صاحبك هتحبه على ايه وهتكرهه على ايه. طيب هل هو يستاهل منك ايه؟ تستاهل تديله ايه؟ تدعمه ازاي؟ انك تصحي الصبح عشان يصلي، ولا انك تنزل معاه الشغل عشان تشجعه، ولا انك تروح تخرج معاه في حته حلوه؟ ابدا اعمل كل الحاجات دي مع نفسك واحده واحده. حب الشخص اللي انت بصحبته ده، لو حبيته هتبقى عظمه. هو فعلا وانت بتتكلم اول حاجه جت في بالي انه we tend to do more for others than we do for ourselves. احنا دايما عندنا استعداد نعمل للاخرين اكتر ما بنعمل لنفسنا، لان احنا اتربينا في بيئات دايما بيقللوا مننا. احنا مهما كان لازم نعرف كويس قوي ان كلنا نتاج ترومات اهالينا، ومهما كان اهالينا كويسين فما فيش طفل بيتطور غير لما يكون عنده شويه مشاكل مع حاجات حصلت من اهله مهما كانوا اهله كويسين. فبس من اهم الحاجات اللي المجتمع العربي في العموم بيعملها مع ولاده حاجه اسمها السيلف فاليو. ان هم مش بيدوله الفاليو الحقيقيه، هم دايما طريقه التربيه بان انت مش فاهم، انت ما تتعاشرش، انت ما حدش يطيقك، انت ما حدش كذا. فاصلا انت هتتبع الكلام اللي راسخ جواكي وجوايا هو مش كلامنا. لا انا فاكره كلام اتقال لنا. يعني انا فاكره الناس هتقول عليك ايه ايه ده انت قاعده ازاي قدام الناس، بتعملي ايه قدام الناس بالظبط. كل ده وانا لو شفت كذا كنت عمري ما اعمل كذا، شوف الشخص التاني ده بيعمل ايه. فده دايما هو تكنيك بيقلل من ثقتك في نفسك، فبتحس انت ما بتتعاشرش. فعشان كده بتحب صاحبك قوي، لان يا نهار اسود هو انت عارفني وبتحبني؟ ايه ده انت غريب جدا. ايوه وقابلني زي ما انا كده، ده انا اهلي مش طايقيني في البيت غير بشرط. فتلاقيه بقى بيدي عينه لصاحبه ده، بس برضه ما بيديش نفسه حاجه ان هو شايف ان هو ما يتعاشرش. وممكن يكون هو بيعمل غلطات، وكتر التغليط حتى الغلطات في الحته الضلمه، حتى الحاجات اللي هي اللي ما بيشوفهاش غيره، فيكره نفسه بسبب ان هو بيخطئ، بسبب ان هو بيذنب، بسبب ان هو بيعمل اي حاجه في الدنيا، فيشوف نفسه ما يستحقش اصلا الحب، ما يستحقش اصلا هو يتصاحب. فلما بيصدق يلاقي حد فبيبقى دايما طمعان انه يحافظ عليه، يحافظ على الحب ده منه عشان يديله ورث. فلو عمل كده مع نفسه بقى هيلاقي الدنيا حلوه. لانه كمان محافظته على التاني ممكن يخلي التاني اكشولي بالظبط يبقى مش قادر. اقول قولي هذا استغفر مفهوم. طب لو احدى شخصياتك واجهتك دلوقتي، اوكي مين؟ قولي لي مين. ما انا بسالك. هو ده السؤال. كده انا شاطر قوي ان انا عرفت السؤال. ايوه. لو حد من شخصياتك واجهك دلوقتي هيبقى مين ويقول لك ايه؟ انت لو حد من شخصياتي واجهني هيبقى مين وهيقول لي ايه؟ ممكن صعبها شويه، ممكن يعاتبك على ايه؟ لو حد من شخصياتي عاتبني على حاجه، ما هيبقى مين ويعاتبك على ايه؟ لا مش شايف ان في حد فيهم هيطلع يعاتبني، لان انا شايف ان انا حكيت قصتهم بصدق حتى لو ده اذاني. وانا ببني الشخصيات ان حتى لما هم بيبقوا غلطانين في حاجه هم اللي بيغلطوها فبيبقوا معترفين بيها، فما اعتقدش ان حد هيصحى يعاتبني يعني. بس يمكن متخيل بطل روايه انت اللي هو حازم كتخده، لو عرف ان انا اللي كاتبه هيصحى يعاتبني ان انا اتحكمت فيه. اوكي بس شكرا انك قلت كده. بس
عشان خلي الناس كلها لازم تقرا انت. يعني اكتشفت ان في ناس بتقول لي احنا مش عارفين، ما شفناهاش. أيوة. فلا انت يعني دي اندر ريتد بطريقه. بصي روايه انت ميزتها حاجتين. اول حاجه ان في جمهور كبير قوي كارهين روايه انت من كتر ما هي جريئه وصريحه. هي جريئه وصريحه، وفي جمهور بيعشقها عشق غير طبيعي. انا من جمهور اللي يعني بيعشقها. شايفها يعني عظيمه عظيمه. وفي ناس قرت وما قالتش بقى اصلا. يا جماعه انا بقول اللي هو لكم في السر عظيمه، قراها في السر بقى. انا بقول لكم عظيمه 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 يعني. انا بحبها جدا. هو فليبدا العبث فعلا بالظبط يعني. لوفلي. طيب ده سؤال من الجمهور. ده اوكي ماشي. الحب في كتبك دايما معقد، هل شايف ان الحب الحقيقي صعب؟ يلا السؤال بقى. هل الوحدة اختيار ولا نتيجة ان احنا مش لاقيين حب؟ الوحدة اختيار، كل حاجة اختيار، مفيش حاجة في الدنيا مش اختيار. من وجهة نظر صادق، هل عدم وجود الحب الحقيقي نتيجة محاولتنا اننا نكون نفسنا؟ لا بالعكس. ايه ده؟ بالعكس، ده هو بص. طيب اولا ليه الحب الحقيقي معقد؟ لان احنا كائنات معقدة. ليه احنا معقدين؟ لان احنا مش صرحة مع نفسنا. احنا اتفقنا من الاول مش رحمة مع نفسنا. مش صرحة. مش صرحة مع نفسنا. مش صرحة مع نفسنا. انت ازاي هتحب بني ادم وانت مش عارف نفسك؟ طيب انت ازاي هتحب بني ادم وانت مش عارف تحب نفسك؟ كل اللي انت بتحبه فيه هو الحاجات اللي انت نفسك تتحب فيك، وكل الحاجات اللي انت مستنيها منه هي الحاجات اللي انت نفسك تعملها لنفسك. فبتحس ان الموضوع الحب قلب لمعادلة ان ناس عايزة حاجات من ناس قوي. تمام؟ ايه ده صح قوي. حقيقة الامر ان انت مش هتعرف معنى كلمة حب او احساس الحب غير لما تعرف تعطي هذا الحب لنفسك وتفهم قيمته، فتعرف تديه للاخرين ازاي وتعرف تحبهم ازاي وايه الشعور اللي جواك اللي لازم تديهولهم عشان يبقى اسمه حب، فيبقى قبول غير مشروط. تيجي على الناحية التانية، انت بني ادم لسه خارج من علاقة زي الزفت وحاسس بالوحدة ومخنوق ومش طايق نفسك ومش عارف حبيبك ده سبك ليه، وبتشتمه وبتغلط فيه ان هو خني وبعني وياما وجعني وليه ما وقفش جنبي وكل الكلام الحلو ده، وتيجي تلاقي واحد تاني جاي لك بعدها بشهرين 3 يبدأ يقرب منك يتكلم معاك تحس بانجذاب، تجري ده بالعكس تجري بتعوض كل الوحدة دي معاه، فتبدأ تتسلى او تبدأ تحس انه بيملى فراغ، فتقول لنفسك انا عارف ان انا بملى فراغ بس انا هكمل عشان مش قادر ابقى لوحدي. سنة عدى 5 شهور انا ارتبطت بيه وحبيته. هل ده حب؟ هل ده حب؟ طبعا لا، لان انا بدي الحاجه اللي انا ده احتياج صرف لشويه حاجات، الشيء اللي انا عايزه وبسلي وقتي وبشغل دماغي واتعودت على الشخص او اتعلقت بيه فسميت التعلق ده حب. واغلط حاجه وده من الحاجات اللي احنا قلناها في حته 2 يعني، الحب ملوش مسمى تاني. الحب هو حب، مفيش حاجه اسمها الحب هو تعلق، مفيش حاجه اسمها الحب هو قبول، مفيش حاجه اسمها الحب هو الامان، مفيش حاجه اسمها الحب هو حاجه تانية. احنا عشان مش عارفين نلاقي معنى كلمه حب قوي فعمالين نشبهه، ما تعرفش، فاصبح التشبيهات هي الحب. طب وايه تعريف الحب؟ ما اعرفش. الحب هو قرار ياتي بعد انتهاء انبهار كل بدايات. الحب هو قرار ياتي بعد رؤيه اسوأ ما في من امامك. فمفيش حد بيحب في الاول. ازاي ده مختلف عن القبول؟ لا بصي، الحب مش كنتش عايز اخش في موضوع الحب عشان مالوش بقى هبته وبتاع، بس ماشي حاضر. الموضوع بسيط جدا. اللي في الاول كله وده المراحل بتاعت الحب، في الاول اعجاب، بعد كده انبهار او اعجاب او ايا كان، بعد كده الناس بتلتقي بيبداوا يتعرفوا على بعض، مرحله ان هم مسحورين ببعض وشايفين كل حاجه حلوه، بعد كده بيوعدوا بعض بكل حاجه، بعد كده بيبداوا يشوفوا حقائق بعض، الصفات السيئه في كل واحد فيهم، يبدا يشوف العيب الحقيقي في الشخص اللي قدامه. فما هي الهبته اللي كانت متقاله في الجزء الاولاني؟ هو قرار انك تفضل تحب وتعطي، مش مجرد تتقبل، انك تفضل تحس بمشاعر وتعطي مشاعر لهذا الشخص اللي قدامك بعد ما شفت أسوأ ما فيه. ده بالنسبة لي أنا الحب، كل ما قبله حاجة وكل ما بعده شيء آخر. لأن قرار الشعور
ان انا هفضل احس ناحيتك بحاجه حتى وانا عارف انك وحش في كذا وعيوبك كذا ودنيتك كذا وما اعرفش ايه كذا، من كتر ما الناس مستعجله مش فاهمه قيمته. وعشان كده ممكن تلاقي 2 اتجوزوا وقعدوا 20 سنه مع بعض وجم في لحظه معينه علاقتهم اتغيرت 180 درجه وبقت حب حقيقي غير منطقي، لان هما فعلا ما حبوش بعض غير لما تقبلوا بعض بأسوأ ما فيهم وقرروا يكملوا في اعطاء الشعور والالتزام ناحيه هذا الشخص. انا بس عطلانه في حاجه. يلا بينا. قرار الشعور. بالظبط، قرار عطاء الشعور. هو الشعور ده حاجه انا اقدر اتحكم فيها؟ طبعا كل حاجه باختيارك والله العظيم. يعني انا اقدر اشعر شيء تجاه شخص؟ لا. طيب عشان بس نفهم جمله، قرار عطاء الشعور يعني ايه؟ يعني انا احسسك بحاجه وانا قصدي احسسك هفضل انت بحاجه. هفضل حاسس ناحيتك بحاجه، هفضل اديك مشاعر، ده قراري. انا مشاعر موجوده بس انا هفضل مكمل في عطاء المشاعر دي. بس هي موجوده. هي موجوده اصلا، ما هو اتبنت بقى في الفتره اللي لو فاتت. مش موجوده لا ده مش مش حب. موجوده يبقى خلاص مش حب. يبقى بقى استقرار، يبقى امان، يبقى معلش حاجات عشان تانية العيال. حلوه، حاجات تانية مشاعرها حلوه. بالظبط. لكن هو قرار عطاء الشعور، استمراريه العطاء. اشبه يعني اكتر تشبيه للحب عشان انتي هتفهميها. انتي بتحسي بايه ناحيه ولادك؟ هو مش احساس مسؤوليه، مش احساس انك مجبره، مش احساس اي حاجه. I choose. انت بتختاري تفضلي تدي حب، تدي مشاعر للكائنات دي ايا كان بيعملوا ايه. ايا كان بيعملوا ايه. او الاحساس اللي مش مفهوم ده بقى ايوه هو ده الحب، قرار العطاء. لان كام بتختار ان هي تلغي العطاء وتبدا تعمل سم غير طبيعي على اولادهم وتبدا تربيهم وحش. دي حقيقة. فالحب هو شعور صافي بانك تفضل تعطي من امامك بعد ما تتقبله وتشوف اسوأ ما فيه. صدق هيخليني اعيط زي ليه ده؟ يعني هتلاقيكم ده كلها بتقول الراجل ده مش فاهم حاجه. طب ليه الانسان محتاج حب؟ يعني طبيعي ده سؤال غريب جدا. ليه محتاجه؟ ليه؟ ما هو حر، انا مالي. ليه بجد؟ يعني ليه الناس بتفضل تحاول تخش في علاقات، تحاول تنجح في العلاقات، تحاول لا هنا بقى هنا بنتكلم في احتياجات. دي بقى نقطه. احنا بنتكلم في احتياجات. البني ادم محتاج ونس، البني ادم محتاج ان هو يسحل دماغه. يعني انت كانك بتسالني بالظبط ليه البني ادم بيحتاج يمسك موبايل ويقعد عليه بالساعات. لا هو مش بيحتاج ده، هو من الحاجات اللي بتخليه يتاقلم مع الدنيا. فهو بيعمل حاجات كتير عشان يتاقلم مع الدنيا. في ناس بتحب ترتبط عشان منظر اجتماعي، في ناس بتحب ترتبط عشان عايز تتجوز وتخلف وتبني بيت، في ناس بتحب ترتبط عشان يعني هنا بقى اسمه ارتباط، بقى اسمه تكوين اسره. احنا هنا خرجنا بره دايره الحب. فالانسان طبعا بيحتاج كل انواع العلاقات في حياته يعني. طبعا، بس هو مش محتاج حب. انا بشوف ان كل الناس برضو يعني مش محتاج اتخلقنا حب. باحتياج الحب ده. دي ردها يبقى صعب شويه، بس لا احنا ما اتخلقناش باحتياج الحب. هو في حاله احتياج عامه، بس شعور الحب في حد ذاته هو شيء ممكن تعيش حياتك كلها بتكتفي بأجزاء منه في الصداقة وفي الأهل وفي حاجات كتير، وممكن تفضل حياتك كلها بتدور على معنى الحب الحقيقي اللي الناس تلاقيه وتفضل تايه طول عمرك. فهو مش احتياج أساسي للحياة. بس هو من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل، بس مش سهل إنها تحصل. فمش عارف هل هو، وبرضه احنا هنخش هنا في حتة بيولوجية شوية. الحب البشر بيحتاجوا تكوين أسرة وعلاقة غريزية واولاد. دي حاجه في احتياجاتهم. انا عايز ابعد الحب عن منطقه الاحتياج دي. انا عايز ابعدها عنه. هم بيسموا كل ده حب. ايوه بس هو مش كل ده. هو مش كل ده. هو مش كل ده. فاهم قصدي؟ فلو ربطنا حته الناس بتحتاج حب، لا انا عايز ابعد ان الحب يبقى احتياج. الناس بتحتاج تتجوز، بتحتاج تتكاثر، بتحتاج ان هي تلاقي ونس، بتحتاج ان هي تلاقي شريك، بتحتاج الامان. كل ده احتياجات. الحب بقى اسمى من ده شويه. اسمى. ايه اكتر سؤال بيجيلك من القراء وبيفضل معلق معاك؟ لا اكتر سؤال بيتسأل لي عامه، انت ليه عملت كده؟ يعني ليه عملت في كذا كده؟ ليه عملت في كذا كده؟ ليه ده انا كنت بحب كذا، حرام عليك. ده دايما معظم الاسئله. بس يعني الناس بتحكم على شخصياتك وتصرفاتهم؟ لا بتحكم عليا انا. ليه انت راجل قاسي لهذه الدرجه وعملت في ابطالك كده؟ يعني انت ليه عملت في شخصيتك؟ بيقيسوا الشخصيه وبيفتكروك انت برضه. بالظبط. لكن لا انا مفيش سؤال بيجي لي بيفرق معايا قوي. بس في سؤال يعني في كلمه بحبها قوي لما حد بيجي يقول لي انت غيرت حاجه فيا ولو بسيطه.
انت خليتني افكر في حته بطريقه احسن. ده اكتر ريفيو بحبه جدا يعني. هل بيبقى ده هدفك؟ مش عايز ادعي ان هو مش من اهدافي، بس انا بالنسبه لي انا كنت من اول ما بدات كتابه حلفت بيني وبين نفسي كده ان انا مش مهم عندي نجاح ولا بست سيلر ولا ملايين الجمهور. انا بالنسبه لي لو واحد جه قال لي انت غيرت فيا حاجه ولو بسيطه، ده قمه النجاح. فدايما بحس بكل مره حد بيقول لي كده ان انا وصلت لقمه النجاح. بس هل في رسالة إنسانية مشتركة معينة بتحاول توصلها عن طريق أعمالك؟ ما بحبش اقول عشان ابقى صريح، لان انا بشوف ان كل واحد ليه علاقه بفهمه الخاص. يعني كل واحد يقرا ويشوف اللي وصل له ايه، لان انا مش معتبر ان اي نوع من انواع الفن سواء الكتابه او الاخراج او العزف او اي حاجه او التلحين ينفع اقول ان انا بوصل فيهم رساله. انا بستمتع باللي انا بكتبه وعايز الناس تستمتع وهي بتقرا. لقيت حاجه في النص ولقيت حاجه فادتهم او حاجه وصلت لهم، يبقى احلى حاجه في الدنيا. ما لقيتش، مش مطلوب منك غير انك تستمتع. فانا ما بحبش اقول ايه اللي انا عايز اوصله، بحب الناس تحسه. بحب الناس تحسه، وكل واحد بيحسه بطريقته، باختلافه. بتوصل له الرساله بتاعته يعني. في ناس لحد النهارده شايفاني اسوأ كاتب في الدنيا، بوصل رسائل وحشه جدا، ده فهمهم. فهم حرين، فاهمه؟ ما بحبش اقول انا عايز اوصل. ايه السؤال اللي انت حاسس انك لسه ما جاوبتش عليه لحد دلوقتي ومؤرقك مؤخرا؟ لا هو دايما السؤال اللي بيأرق، بس ده بيتسأل لي عادي، اللي هو ايه الجديد يعني دي. لا انا قصدي مش قصدي على القراء، اه قصدي انت كصادق في حياتك. ايه السؤال اللي مؤخرا بوبينج اب؟ صادق بقى العنيد الفضولي اوكي. سؤال مؤخرا بوبينج اب مؤرقك لسه ما لقيتلوش ايه؟ بص، هو في سؤال نفسي اقوله، بس هو هيبقى موضوع روايتي الجديده فمش عايز احرقه، فمسموح لي ان انا اقوله بعد ما الروايه الجديده تنزل. طب اللقاء الجزء الثاني في رمضان طبعا الجاي. خلاص عمل لنا تيزر ابن لذينه طب بعد كل اللي كتبته في اللي فات، ايه سؤال في اللي كتبته حاسس انك لسه ما جاوبتوش لحد دلوقتي؟ لا كل اللي انا سالته في اللي فات جاوبته. اللي هو مفيش حاجه. انا بخش اقفل الحاجه. مستر ايجو طلع في وشي. لا والله خالص. انا راجل رجعك لله. اقول لك على حاجه. انا لما جيت كتبت في الحب كتبت كل ما له علاقه بالحب فات في 7 مراحل الحب، وكل اسئله الحب جاوبتها فيه. تخلصت من الحته دي جوايا، بدات اكتب ان استحياء كانت بتتكلم عن الموت والحياه واحنا عايشين ليه اصلا. فكتبت كل ما له علاقه بان احنا انا كده لما بحب اكتب في موضوع بحرق بجيب اخره. فحتى الاجابات اللي انا ممكن اكون في الروايه ما وصلت لهاش، ففي النهايه انا عارف ان ده اخر حاجه ممكن اي حد يوصل لها فيه. لسه اللي جاي بقى ممكن يكشف لي اكتر. لكن انا من الناس دي روايه انت كانت عن الاختيار، انت مسير ولا مخير. كتبت كل ما له علاقه بهذا الموضوع، حرقت كل البنزين انا كده. فما فيش حاجه في اللي كتبتهم ما فيهاش سؤال لسه ما كنتش عارف. انا عارفه انت ما بتحبش تدايركت الناس apparently. اوكي. بس لو هنتكلم عن صادق، لو في كلمه واحده تقدر توشوشها لكل الناس في نفس الوقت تشجعهم يبقوا انسانيين اكتر، هتقول لهم ايه؟ ما تصدقش انك ضحيه. عايز الناس تفتكرك بايه صادق؟ كان راجل بيحب يلعب، ويمكن عنده شويه حاجات عايز يقولها ويعملها، عنده شويه مواهب، بيحب يلحن وبيحب يكتب وبيحب يخرج، واللي عمله ده فرق معانا بس. هل في حاجه حاسس ان انت كان نفسك اسالها لك او كان نفسك تقولها لا والله في كونتكست انساني يعني؟ والله خلاص. انت حاسه ان في حاجه لسه انت عايزه في سؤال مهم جدا. مين طيب بقى الناس اللي انت بما انك كده متصالح مع نفسك، يلا قولي، وفي ايه الهاله بتاعت الهدوء والتصالح بتاعت صادق دي انت كتبت شهر القلعه مين الناس اللي في حياتك اللي انت بتقول لهم انساني صباح الفل ده مش انا، مش هتعاطف معاك، اي حد مؤذي، اي حد تجاوز مساحه حريته اللي ربنا مديها له وبدا يأذي الناس التانية. انا بالنسبه لي مفيش مبرر للاذى، بمعنى ان انت من حقك تغلط، ومن حقك ان انت تعيط، ومن حقك ان انت تكتئب، ومن حقك ان انت تصوت، ومن حقك تتعصب.
لكن انك تبدا تخطط وتعمل شيء مؤذي للاخرين ايا كان نوع الاذى، بالنسبه لي ده بقوله انساني خالص. شكرا صادق. عفوا. شكرا انك جيت، وشكرا انك جيت بعد ما قرأت الكتاب، وبجد يعني we really appreciate it. المهم ده طاقتي حمستك ولا هبطتي بقى؟ يعني ان شاء الله خير. شكرا يا صادق. انا مبسوط اني كنت معاك ويلكم جداً. تو انساني حبيبي اهلا وسهلا. انا منورتنا. مبسوط ان انا وسطكم. احنا متحمسين لإذن على فكرة. ان شاء الله. ان دعواتي. شاء الله. لا بإذن الله. يلا Thank you بينا. so much for your time.